هو المفروض استخدم كام بحث في الليتريشر ريفيو بتاعي؟ هو الحقيقة مفيش رقم ثابت. الأهم من عدد الأبحاث هي إن الأبحاث والدراسات اللي أنا أكون جايباها مرتبطة ارتباط قوي بالموضوع بتاعي، بتغطي النظريات الأساسية زي ما قلنا. لازم يكون في theoretical framework للليتريشر ريفيو بتاعي، ويكون فيها أحدث الأبحاث، تكون دايما بتتناول الستيت اوف ذا ارت في المجال بتاعي. ولكن لو احنا حبينا نشوف أرقام تقريبية في اللينجويستكس، عادة في مشاريع التخرج بنتوقع يكون في أبحاث من 15 ل 40 بحث تقريبا. طبعا لو احنا رحنا الماسترز أو بي اتش دي الأرقام ديت بتزيد جدا، وكمان خاصة في مجال الفوناتكس عشان في دراسات كتيرة قوي experimental phonetics يعني، فبالتالي العدد ده بيزيد. ايه اللي بيخلي الليتريشر ريفيو بتاعي كويس؟ ان هو فيه شرح للنظريات الاساسيه، بقارن فيه ما بين الابحاث وبوضح الفجوه البحثيه اللي انا هشتغل فيها، وهبين البحث بتاعي هيضيف ايه للمجال. الخلاصه هو ان احنا لازم نهتم بالكواليتي بتاعه الدراسات اللي احنا جايبينها، اهم بكتير قوي من الكوانتيتي. مفيش اي لازمه ان احنا نجيب عدد كبير قوي من الابحاث في حين ان احنا مش هنستفيد منها او هي مش دايركت ريليتد للبحث بتاعي.